ما ينفعش يبقى في مانجا ونعدّيها كده عادي وما نعملش الطبق الحلو أوي ده، كنافة بالمانجا، حاجتين لمّا يتحطّوا مع بعض صعب الواحد يقاومهم، وخصوصًا بقى لمّا تبقى متضبّطة ومعمولة حلو، تاخدي كده معلقة عشان تدوقي بس ما تعرفيش توقّفي أكل من جمالها، الكنافة المقرمشة مع طعم المانجا الناعم اللي بيدوب ده، مع شوية كريمة، ميكس كده صعب الواحد يقاومه. يلا بينا نبتدي في عمايلها على طول. بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب، يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا على الصفحة وفي القناة. جبت نص كيلو من الكنافة وحطيته في الفريزر شوية بس عشان يتجمد، عشان يبقى سهل معايا في تقطيعه. قطعوها بقى بسكينة، كسروها بإيديكم، أو ممكن تحطوها في محضرة الطعام. أهم حاجة إنها تبقى في الآخر متكسرة لقطع صغيرة بالشكل ده. هنحط عليها بقى نص كوباية من السمنة البلدي السايحة. كل ما كانت السمنة حلوة ونوعها حلو، الكنافة هتطلع حلوة قوي. ممكن نحتاج نزود عليها معلقة أو اتنين كمان واحنا بنحمرها. وهنحط 3 معالق كبار مليانين من السكر البودرة. أنا حطيتهم بس الجزء ده لقيته ما تصورش، فحطوهم ما تنساهمش. نقلب بقى الكنافة مع السمنة والسكر كويس قوي. عايزين كل حتة في الكنافة تتغلف بالسمنة. ممكن بقى نحطها في طاسة أو حلة ونحمرها على النار من فوق، وعملتها معاكم قبل كده. أو نحطها في صينية كبيرة تكون مدهونة بالسمنة، ونفردها كويس قوي. وعايزين ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، وكل شوية نقلبها تقليبة كده، نجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق لحد ما تتحمر وتاخد اللون الدهبي الحلو قوي ده. وأول ما نطلعها من الفرن هنحط عليها كوباية من شربات الكنافة البارد. ده كان عندي في التلاجة فخدت منه الكوباية دي. هكتب لكم مقاديره وطريقته تحت الفيديو. بس أهم حاجة اعملوه هو الأول عشان لازم يبقى بارد تماما. شربات الكنافة دي بيبقى وسط، مش تقيل قوي زي الكنافة العادية. هنقلب بقى الكنافة في الشربات ده كويس قوي، ونسيبها على جنب شوية تبرد براحتها. تاني حاجة هنعملها الكريمة. في بولة هنحط كوباية ونص من كريمة الخفق، ومعلقتين كبار من السكر البودرة. وبديل الكريمة دي هنستعمل كيسين من الكريم شانتيه، ونحط عليهم حليب مسلك بنفس المقدار اللي مكتوب على العبوة. وخدوا بالكم كريمة الخفق ما بنخلطهاش كتير عشان ما تلاقوهاش فصلت منكم. هنخلط بقى الكريمة لحد قوامها ما يبقى كريمي ومتماسك بالشكل ده كده، وبعدين نحطها في التلاجة لحد ما نخلص بقية المكونات. هنجيب المانجا، وأفضل مانجا للحلويات وهي النعومي أو الصديقة. بتبقى مليانة يعني ملحمة كده وحلوة، وبترمي معانا كمية كويسة قوي من المانجا. أنا استعملت 2 حجمهم كبير، وقشروهم بالمقشرة أفضل من السكينة عشان ما تهدروش كتير في القشر. ونقطعها لشرايح سميكة الأول وبعدين مكعبات بالشكل ده. وأي بواقي بقى من تقطيع المانجا طلعت مهرية أو مش هينفع نقطعها مكعبات، هناخدها ونعملها عصير، لأننا هنحتاج كوباية من عصير المانجا المركز. وهنحتاج كمان لشوية من الجيلي المانجا. هنجيب باكو من الجيلي بطعم المانجا، وهنحط عليه كوباية من المية المغلية، ونقلب كويس قوي لحد ما تدوب كل الحبيبات بتاعته. كده خلاص كل حاجة بقت جاهزة معانا. نجيب بقى بولة كبيرة أو طبق بايركس ونبتدي نرص الطبقات بتاعتنا. أول طبقة هنحطها من الكنافة، ونضغط عليها بالراحة كده عشان تبقى طبقة متماسكة. وبعدين نحط عليها طبقة من الكريمة، وبعدين قطعة من المانجا، ونرش عليهم كده كام معلقة من العصير. ونرجع نكرر الكلام ده كله تاني. احنا هنقسم المكونات اللي معانا كلها على عدد الطبقات اللي هنعملها. لكن لو هتعملوها في طبق بايركس كبير أو صينية كبيرة يعني، يبقوا هتحطوا نص كمية الكنافة من تحت، وعليها نص كمية الكريمة والمانجا والعصير، وبعدين بقية الكنافة، وعلى الوش هتحطوا بقية المكونات. يعني هنقسمها بس على طبقتين. لكن هنا علشان عملتهم على طبقات أكتر فقسمت كل المكونات، بس خليت على الوش الكمية الأكبر من المانجا عشان يبقى شكلها حلو. وحطيت عليها عصير المانجا المركز. ممكن لو تحبوا تحطوا عصير المانجا ده مع الكريمة، يعني يبقى لونها مانجا أو طعمها كمان مانجا كلها يعني. أو تخلطوها مع الكريم شانتيه من الأول خالص زي ما يعجبكم. لكن أنا بحب الكريمة تبقى بيضة كده زي ما هي، فتبان أكتر بين الطبقات، يعني تقسيمة الطبقات تبان، بيبقى شكلها أحلى. آخر حاجة هنحطها الجيلي بعد ما يبرد تماما بالفرشة كده. هندهن بيها بقى آخر طبقة على الوش. ودي بقى بتحافظ على شكل المانجا، تبقى طازة كده ما تتبلش ولا لونها يغير. زينوا الوش في الآخر بقى بشوية كنافة محمرة، أو ممكن تخلوا شوية من الكريمة تعملوها وردات كده على الوش. ويا سلام بقى لو في شوية مكسرات كمان. اعملوا الطبق ده قبل التقديم بساعة أو ساعتين. يعني ممكن تجهزوا كل حاجة عندكم، لكن ما تحطوهاش على بعضها غير قبل التقديم بشوية،
عشان كل المكونات تبقى لسه فريش وطعمها حلو. الكنافة تبقى مقرمشة، طعم المانجا يبقى لسه طازة كده حلو، مع الكريمة مع الحاجات اللي احنا حطيناها دي كلها تبقى طعمها حلو قوي. وشوفوا لي بقى الجمال ده، خطيرة، كنافة بالمانجا طعمها في حتة تانية خالص. بجد لازم تجربوها ومتأكدة إنها هتعجبكم جدا، وبألف هنا على قلوبكم مقدما. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وأشوفكم على خير.